اليوم راح أسوي لكم كيكة الشطرنج اللي انتظرتوها هواية. تأخرت فيها لأن هي شوية تاخذ وقت، بس جدا ممتعة بالعمل. المكونات أنا قايستها بالكوب، بكوب الشاي اللي سعته 200 مل. انتبهوا لي أنه الأكواب المعيارية بعض منها أكثر. راح أحط ملعقة خل على كوب الحليب، هذا ينطيني بديل الباتر ميلك أو اللبن، يعني راح يتروب شوية، يعطي طراوة للكيك وتماسك أكثر، وأيضا يفتح لي لونها حتى يبين التباين. عندي كوب ونص طحين، بالإضافة إلى 3 ملاعق طحين و3 ملاعق كاكاو فاصلتها. والمكونات كلها مكتوبة. راح أحط بيضتين، حرارة الغرفة، كوب من السكر، 3/4 زيت، وكوب الحليب اللي روبناه، اخلطهم خلطة سريعة، وكوب ونص طحين، والبيكنج باودر، فانيلا، ورشة الملح. راح أجيب كاستين شفافة. إذا عندكم الجاقات اللي تكون مقسمة بيكون أحسن، أو تستخدمون ميزان. أنا أعتمد على النظر لأنه تقديري زين، بس هي تبين يعني يكونون متساويين بالضبط. أكشط الكاسة بحيث يكون عندي خليطين متساويين بالمقدار. على الخليط الأول راح أحط الكاكاو 3 ملاعق، وعلى الخليط الثاني الطحين 3 ملاعق. أكون مجهزة قوالب. القوالب هذه قياسها 16 سنتيم، 15 16 يعني 6 إنش، وارتفاعها 5 سنتيم. لازم تسووها بتبسي حتى تطلع متساوية، ما تكون عندكم قبة ولا يصير متشققة. إذا شتوا ما عندكم هذا الحجم، حابين تضاعفون المقدار، ممكن تضاعفوا تستعملون قالب أو تبسي قياس 20 سنتيم أو حتى 23 سنتيم، أعتقد ينجح فيهم. مرة سويتها بقياس 23، ضعف هذا المقدار. تنصولي حرارة الفرن على 150 حتى تطلع متساوية قدر الإمكان. وهاي الكيكة كلش هشة لأن بيضها قليل، فأبد لا تحاولون تطلعوها من القالب وهي دافية، لأن راح تتفلش وياكم وراح تتهشم. أخليها على الأقل 10 دقايق بالقالب. لما تبدي الحافات تنفصل يلا أقلبها. راح أستعين بهذه المات حتى أقلبهم اثنيناتهم بنفس الوقت. راح أطلعهم من ورق الزبدة بس حتى أتخلص من قليل من البخار. كيكة كلش طرية وهشة، بس ما أخليهم يبردون تماما، يعني تبرد في 10 دقايق ربع ساعة بالزايد، وأرجع أحطها. شوفوا شلون متساوية، لأنه قللنا حرارة الفرن، ولأنه استعملنا قالب حافاته منخفضة. شوية هذه البيضة صارت أعلى من البنية، ماكو مشكلة، راح أقص من عندها جزء. راح أرجعها بالقوالب مثل ما قلت لكم بعدها دافية. قصيت هذا الجزء اللي هو زايد بحيث يصيروا نفس الارتفاع، ويفضل هاي الكيكة تسووها قبل بيوم. كل ما تبقى بالثلاجة وتبرد راح تتماسك أكثر وتساعدني بالشغل. إذا اشتغلت بيها وهي بعدها ما بردانة زين أو دافية كلش راح تتعبني لأن تفتت كثير. أنا أسويها قبل بيوم وأشتغلها ثاني يوم. أحدد خط نص الكيكة وأقسمها بهاي الطريقة. راح استعين بهاي القطاعات. إذا ما عندكم تقدرون تستعملون كاسة أو قلاص تقصون بيه، أو أي شي مدور تحطوه وتقصون داير ما دايرة بالسكينة. بس طبعا القطاعات تعطيني تسهل علي الشغل. أهم شي تكون الحلقات عرضها متساوي، يعني لما أحط القطاعات العرض الحلقات متساوي، والدائرة اللي بالنص ضعف عرض الحلقة دبل، لأن هاي راح تنقص بالنص يعني القطعة منها. تقدرون تسوون هاي الفكرة بالكيك الإسفنجي، يكون أسهل الكيك الإسفنجي، بس يعني شوية تعب إضافي. هي الكيكة أصلا بيها خطوات هواية، فلما نسوي كيك إسفنجية راح نتعب بعد أكثر، فأنا سويتها بكيكة سهلة حتى أسهل عليكم الأمور. تلاحظون شلون لون الكيكة أبيض، لأنه ضفنا الخل، بالإضافة إلى أنه البيض بيها قليل. الفكرة أنه نبدل كل حلقة بمكان الثانية، بحيث يصير الأبيض فوق الأسود والأسود فوق الأبيض. إذا انكسرت ماكو إشكال، تجيبون هذه صوص الشوكولاتة الجناش، أنا مساعدت لكم إياه على اليوتيوب قبل مدة، راح أحط لكم الرابط مال وصفته، كلش سهل ولذيذ جدا. هو هذا راح يصير الصمغ مالتنا. أحط منه طبقة خفيفة كلش حتى ما تبين. والحلو بيه لونه، أني مستخدمة شوكولاتة دارك وشوكولاتة بالحليب بحيث طلع لونه نفس لون الكيكة. ألزق كل شي بالصمغ، ولا تخافون بس يبرد راح يتماسك كلش ويلزم لي الكيكة كليتها. بعدين أحط
كل حلقة عكس الثانية، يعني الأبيض فوق الأسود والأسود فوق الأبيض، وأكمل. طبعا لازم تحطون بين الطبقات همينة شوكولاتة. أني هنا يعني نسيت بالفيديو، بس بعدين راح أرجع أشيلها وأحط بيناتهم شوكليت مرة ثانية. بهاي الطريقة يعني لازم أوزع طبقة خفيفة من الشوكولاتة. وعلى فكرة تقدرون تستعملون مثلا زبدة اللوتس أو النوتيلا، بس النوتيلا شوية يعني لازم تكون تبردوها شوية بالثلاجة. بس هاي القناش الشوكولاتة أطيب بكثير. وهذا بس يبرد راح يتماسك بعد أكثر. يعني أنا هنا مذوبته شوي بالمايكروويف. خلصنا الأربع طبقات. هسه راح نبدي نغلف كل شي بالشوكولا. ومو شرط يعني قناش شوكولاتة، تقدرون تستعملون كريمة زبدة همينة أو الكريم شانتي. بس هذا ميزته إنه هو يجمد بالثلاجة، ولونه مقارب للون الكيك، فتطلع الكيكة أحلى وبنفس الوقت لذيذ ويخليها متماسكة أكثر. لما تزينون بيه خلوه شوية بالمايكرويف 10 ثواني مو أكثر. وبس يبرد مثل ما تلاحظون يصير مثل العجينة، مثل الترافل يعني إذا تعرفون، حتى لونه يصير مات. راح استعمل هذا الستارت اب ان احاول اسوي هذا الديكور. طبعا هذا الديكور انا مسويته قبل بكريمة الشانتي، بس بالشوكولاتة شوية يتعب اكثر يعني لانه الشوكولاتة شوية سايحة. فصراحة ما عجبني شكل. بردته بالثلاجة شوية ورجعت شلته مثل ما تشوفون. فهاي حتى همين انتو تستفادون تعرفون انه اني اي ديكور اقدر اصلح عليه بهاي الطريقة، انه ابرده بعدين اجيب الكاشطة احطها بمي حار، ماء ساخن جدا، وامسحها بالكلينكس. بهالطريقة اقدر ارجع مرة ثانية المع الكيكة مثل ما نقول. وكل ما احسها بردت ارجع اغطسها بالمي الساخن. هنا هيونة واحدة من أسباب قلة التركيز. وراح أرجع أعيد الديكور إن شاء الله هالمرة يضبط. شوية أنا أتوتر قدام الكاميرا همينة. الحلو هذا بيه لمن يبرد يصير مثل العجينة، فتقدرون شوية تحركوه وتزحزحوه. أعتقد هالمرة أحسن شوية. عندنا بس هذه طفرت، عادي راح أرجعها بهاي الطريقة. وهاي بعد ما بردتها حوالي ساعتين بالثلاجة شكلها طلع كلش حلو. الحافات همينة بعد أكثر ضفت عليها شوكولاتة حتى أنعمها. وإن شاء الله تطلع القصة مرتبة. ممتاز. برغم إنه الكيكة كلش هشة ومو اسفنجية إلا إنها متماسكة ولذيذة وطرية، وإن شاء الله حتجربون هالوصفة وتعجبكم. لا تنسون اشتراك ومتابعتي على انستغرام.